السلام عليكم. القصة اللي أنا هحكيها دلوقتي ولا في الأحلام، جميلة جدا. شاب أبوه توفى وهو صغير، وبعد كده للأسف الشديد كل حياته لغاية 40 سنة شقى وتعب كبير قوي. كان بيتعب كتير. انت تعرفوا هو كان شغال ايه؟ هو بيحكي الشاب ده بيقول: أنا كنت بشتغل 12 ساعة في اليوم. بتشتغل ايه؟ كان بيشتغل جرسون في مطعم. والشاب ده كان عايش في الغردقة، وهو من الصعيد، ومتجوز وعنده أولاد. بيحكي لي قصته، قابلته شخصيا. بيحكي لي بيقول لي: تعرف يا أستاذ علي؟ قلت له اتفضل. قال لي: حكايتي ديت يا ريت تنشرها لكل الناس، إن الواحد ما ينفعش ييأس من روح الله. لا تيأسوا من روح الله. يعني الواحد ما ييأس من الدنيا ديت. ممكن حاجة تحصل في حياة الإنسان ولا على البال ولا على الخاطر. قال لي: يا أستاذ علي، أنا عمري دلوقتي 42 سنة، لكن اللي أنا أقول لك اللي حصل لي ده بالظبط لما كان عمري 40 سنة وقفت شغل خالص. قلت له: إيه اللي حصل؟ قال لي: لغاية 40 عمل تعبت ومسؤولية، وبعد كده مرة واحدة أنا طبعا، قال لي: أنا أبويا اتوفى وأنا صغير، وأبويا ما كانش عنده اخوات خالص، وجدي عايش في أمريكا، ولا أعرف أخبار عن جدي ولا الكلام ده. بعد كده آه لما جدي الله يرحمه توفى، جالنا اتصالات من السفارة الأمريكية ومن ناس اللي عارفين اللي أنا ابنه وكده، يعني الابن ابنه. فالمحامي هو اللي اتصل عن طريق السفارة الأمريكية، اتصل قال: هل عنده أقارب في مصر؟ هل عنده بس حفيده؟ تمام. ثروة الراجل تقدر ب5 مليون دولار. كان حاطط في البنك بالظبط 5 مليون دولار. فالشاب ده المحامي لما اتصل بيه قال له: انت ورثت. الشاب بيحكي لي في البداية، بيقول لي: يا علي، انا لما اتصل بيا المحامي في البداية وقال لي: انت ورثت 5 مليون دولار. قال لي: انا قلت له: هو حضرتك انت بتعمل مقلب فيا ولا مين معايا؟ انت واحد صاحبي بتعمل مقلب فيا؟ يعني 5 مليون دولار؟ ده انا مش لاقي ال1000 دولار ولا ال100 دولار تقول لي 5 مليون دولار؟ ولا بتعمل مقالب فيا اللي بشوفها على اليوتيوب والكلام ده؟ المحامي راجل جدي جدا. قال له: يا فندم، انا المحامي، وشوف الرقم ده من امريكا. راح الشاب ده فهم ان الموضوع جد، اعتذر، قال له: والله انا اسف. قال له: ان شاء الله عايزين نخلص الاجراءات. وبعد كده الحمد لله الشاب ده حصل على ال5 مليون دولار. يا الله، يا رب يوعدكم ويوعدنا يا رب. آمين. 5 مليون دولار. حتى الواحد يوعدهم يا رب بربعهم، بنص نص ربعهم، مش مشكلة. لكن الفرحة الجميلة إن الراجل ده بيحكي الحكاية. قلت له: هو أنت بتعيش إزاي؟ أنا عندي فضول يعني. قال لي: شوف يا أستاذ علي. قلت له: اتفضل. قال لي: أنا اشتريت 5 شقق. قلت له: كويس. قلت له: يعني 5 شقق بتعمل إيه؟ يعني بتشتري وتبيع؟ قال لي: لا، أنا ولا بتاع شراء ولا بيع. قال لي: اشتريت ال5 شقق دول
وباخد منهم إيجار كل شهر، والإيجار ده يكفيني أنا وأولادي وعيلتي، يعني أنا وأولادي وزوجتي يكفيني، مبسوط جدا الحمد لله. الباقي حاططهم في البنك. حتى الفلوس قالها لي بنفس اللفظ، قال لي حتى الفلوس اللي في البنك والله مش محتاجها. كنت عايز اقول له ما توزعها على اصحابك المساكين، فاهم؟ لكن طبعا انا بهزر طبعا، ماشي، الفلوس فلوسه. لكن قلت له كمل كلامك. اسمه تعرفوا اسمه ايه؟ حمدي. قلت له كمل كلامك يا حمدي يا طيب، حكايتك تتعمل عليها سبحان الله قصص لكل الناس، عشان ما ينفعش الواحد ييأس من روح الله، ولا ينفع الواحد ييأس لو ما اشتغلتش النهاردة، لو ما جاتلكش فلوس بكرة، يا عم هتجيلك بعد بكرة وهتجيلك بالحلال وربنا هيكرمك، بس اصبر ولا تقنطوا من روح الله. فقال لي والله يا علي الفلوس حتى في البنك مش محتاجها. قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي لان الايجار بتاع الخمس شقق بيكفوني. قلت له طيب وانت بتشتغل؟ قال لي تف من بقك. قال لي اشتغل ايه يا عمي؟ قال لي انا كنت بشتغل لغايه 40 سنه، بعد كده خلاص. القصه حلوه قوي والله، يعني انا لما بفتكر كده تخيلوا الواحد بعد 40 سنه، حياه جميله هادئه بدون مشاكل، انك تشتغل، انك مش لازم عشان تحصل على فلوس، مش لازم تشتغل مع ناس مش كويسة، او مش لازم تشتغل شغل انت ما بتحبوش، او مش لازم انت تشتغل شغل ممل، او مش لازم تشتغل مع ويكون عندك مدير ظالم يظلمك، ومش هتعرف تاخد مثلا ساعتين في وسط النهار تقول له استأذن، اصل انا مش انسان آلي اقعد اشتغل 12 ساعة. للأسف معظم المديرين يتحكموا في العملاء، يعني في العمال قصدي، وقولوا لهم لا ما تروحوش ما تخرجوش. لكن حمدي ده خلاص مش محتاج يشتغل مع مدير مش متفق معاه، بالعكس يقدر يعمل كل حاجة هو عايزها، ويقدر حياته تكون جميلة جدا. قلت له معلش يا حمدي احكي لي بس. قلت له وانت بتطبخ كده وكده؟ قال لي اطبخ كان زمان وجبر. قلت له ازاي يعني؟ قال لي والله يا علي عندي زوجتي تطبخ 3 ايام في الاسبوع وال4 ايام بناكل في المطاعم، احلى اكل في المطاعم. كده كده الفلوس من الايجار الخمس شقق بتجيلنا، بنكون مبسوطين جدا يا علي. قلت له اه والله عندك حق. وايه تاني؟ قال لي ال5 مليون دولار اللي جات لي كنتش عامل حسابهم، جات لي من عند ربنا، فمستحيل انسى الفقراء يا علي. كل شهر بعطي زكاة للمساكين، ماشي اعرف ناس محتاجين، كل شهر ببعت لهم فلوس، يعني بيبعت لهم فلوس من الايجار حتى، فاهم؟ يعني مثلا لو نقول بياخد مثلا مثلا من الايجار نقول مثلا ياخد 3000 دولار في الشهر، يبعت لهم مثلا، هو اللي بيقول لي ببعت لهم 200 دولار كل شهر، فبيجي لي 2800 كفاية. سبحان الله. هي دي نهاية القصة يا جماعة، فحبيت أقول لكم بس القصة الجميلة ديت، فياريت تشاركوها على جروبات الواتساب أو لأصدقائكم على الواتساب. لو لقيت واحد مخنوق متضايق بيشتكي من غلاء المعيشة ابعت له القصة دي. ممكن واحد يكون من قرايبه غني يورث، أو ممكن يجيله شغل يعوضه السنين كلها، محدش يعرف. الحياة جميلة. وللمزيد من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تحياتي، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.